السيد مصطفى بوسبيع صاحب السؤال رقم 186 فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب الأفاضل، السلام عليكم. أود أن أعبر لمعاليكم سيد الوزير عن الحركية التي عرفها القطاع النقل منذ توليكم هذه القطاع الهام الحيوي الذي يعتبر شريان الحياة. والسؤال التالي عبارة عن شغال يصب حول وضعية تعاني منها فئة هامة في المجتمع العاملة في قطاع النقل، وهم سائقي سيارة أجرة. هذا القطاع الذي عرف قفزة نوعية من حيث تطور الخدمات والوفرة، حتى أصبح المواطن لا يجد صعوبة في التنقل أو في أي لحظة وفي أي وقت وأي مكان بفضل الوفرة وحسن التسيير من طرف الإدارة النقل وحسن خدمات التنسيق بين أهل القطاع والإدارة المعنية. غير أن ممارسي وسائقي سيارة أجرة يعانون من عدة مشاكل تعيق نشاطهم وتؤثر على السير الحسن لحياتهم اليومية، من ذلك الارتفاع الفظيع لرخص استغلال والمقدرة في بعض المناطق بمبالغ هامة باهظة تصل إلى حدود 12,000 دينار جزائري. كما نجد من جهة أخرى في بعض المناطق رخصا لاستغلال سيارة أجرة لم تجد من يستغلها، وهذا بسبب انعدام التوازن بين العرض والطلب. الأمر الذي يؤثر على سائقي سيارة أجرة الذين يدفعون مبالغ هامة باهظة لأصحاب الرخص، وأحيانا تسحب منهم من طرف أصحابها بمجرد المضاربة والزيادة في أسعارها. وهنا يتعرض سائق سيارة أجرة إلى البطالة بعد سنوات طويلة من العمل، ويجد نفسه مسلوب الرخصة فيضطر للعمل بطريقة غير مشروعة. كما أن هذه الظاهرة تؤثر كذلك على ذوي الحقوق من الأسرة الثورية المالكة لهذه الرخص والقاطنة بمناطق النائية التي لم تجد من يستغل الرخص ممنوحة لهم، وإن وجد فبأثمان باخسة جدا. معالي سيد الوزير، أمام هذه الوضعية التي يعاني منها سائق سيارة أجرة وجشاعة المضاربة والغلاء الرخص، ألا يمكن وزارة النقل التدخل للقضاء على هذه المضاربة وإيجاد السبل الكفيلة بتوفير الرخص إلى جميع سائقي سيارة أجرة خاصة في المدن الكبرى وبأسعار معقولة؟ عطفا سيد الوزير، لماذا لا تأخذ الوزارة بعين الاعتبار مشاكل الاجتماعية العويصة التي يعاني منها قدماء سائقي سيارة أجرة الذين قضوا فترة طويلة تفوق 30 سنة من العمل في خدمة المواطن وفي البلاد بالتفاتة ومنحهم رخص لتسوية وضعيتهم الاجتماعية؟ وشكرا. شكرا. أدعو السيد وزير النقل الإجابة على السؤال. تفضل. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد النائب. موضوع هام جدا، وما ذكره السيد النائب هو الواقع، حقيقة نعيشها. فقط تذكر بسرعة، هو الميدان الذي تتلاقى فيه وزارة المجاهدين ووزارة النقل. كان التأسيس لرخص سيارة الأجرة كان في سنة 1986 مرسوم آنذاك، ما كانش مراسم التنفيذ، كان مرسوم، وتبعه كتطبيق قرار وزاري مشترك في 1988، ثم كان فيه قرار وزاري مشترك آخر في سنة 1993. الأول يؤسس، والثاني ينظم هذه الرخص حسب مناطق الزونينج، والثالث يحدد كيفيات تحديد الأسعار أو أثمان الرخص، ويحدد كذلك كيفية التعاقد بين صاحب الرخصة اللي هو من الوساطة الثورية الذي استفاد في إطار علاقته مع وزارة المجاهدين والمستغل هذه السيارة، علما أن فيه نوعين من العقود، إما عقد كلي فيه السيارة والرخصة، أو عقد جزئي فيه الرخصة فقط. هذه ما هو محدد في مختلف النصوص نتاع البلاد.
إذا من هذه الناحية هذا، لكن المشكل الذي يطرح هو فعلا تنظيم الرخص بالمناطق على المستوى الوطني بالولايات أو بالدوائر أدى إلى ظهور تفاوتات كبيرة في العرض والطلب. فيه ربما من الولايات اللي فيه عرض كبير، إذن رخصة أو ثمن رخصة تاكسي تنخفض كنتيجة لقانون العرض والطلب، وفيه ولايات ما هو العكس، فيه نقص في عدد الرخص، والعكس صحيح من الأسعار ترتفع تصل إلى 12,000 دينار أو الأخرى تصل إلى أقل من 1,000 دينار. إذن معنى هذا التفاوت وهذا الاختلال موجود في سوق رخص سيارة الأجرة مثل ما ذكرته الآن. هذه الانعكاسات الواقعية تستوقفنا حتما كوزارة النقل، ولكن في علاقتنا مع وزارة المجاهدين. وطرح الملف قبل شهرين، والتقينا مع إخواننا في زملائنا في وزارة المجاهدين، متفقون على أن الوضع يحتاج إلى علاج بالصفة المعقولة، ما نقولش جيدا 100%، ولكن بصفة معقولة. إذن أرجو أن تنتظروا حتى إن شاء الله نصل إلى هذه النتيجة، أتمنى أن تكون في أقرب الآجال. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. أحيل الكلمة للسيد بوصبيع إن كان له تعقيب. تفضل. شكرا سيد الوزير على هذه الإجابة الفياضة وروح المسؤولية اللي تحليتم بها، وشكرا كذلك على الإحساس بأهمية الموضوع وثقة كبيرة منا باش تجدوا حل لهذه الشريحة الهامة في المجتمع ولا علاج معقول في أقرب الآجال. وحاجة أخرى سيد الوزير هي العطف اللي طلبناه منك. كاين بعض أصحاب سيارة أجرة اللي عملوا 30 سنة 35 سنة باش تعاونهم ولو برخصة في نهاية حياتهم المهنية. كاين هذا أصحاب هذا القدماء السائقين يعانون بعدة مشاكل اجتماعية. وشكرا سيد الوزير. شكرا. الكلمة للسيد الوزير. فيه نقطة هنا، والفقط تعطي رقم للإخوان النواب، هو أن عدد السيارات حاليا أو سيارات الأجرة حاليا حوالي 84,000 سيارة أجرة، معناها شيء هام جدا كما ذكر في السؤال. ثانيا عدد الرخص المتداولة في السوق أو الموجودة في السوق هي 137,000، معنى أن جزء كبير من هذه الرخص غير مستغلة نظرا لعدم وجود الطلب عليها. يعني هذا واقع فقط لأؤكد بأن الملف يحتاج إلى كثير من العناية إن شاء الله. ثانيا فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، عمدا تعمدت لا أجيب عليها لأنها ماشي من اختصاص وزارة النقل، لكن وذكرها في الآن بصيغة أخرى. إذا كانت فيه القدرة على مساهمة في معالجة قضايا اجتماعية حتى وإن كانت من غير صلاحيات وزارة النقل، فلن نتخلف عن أو نتوانى في المساهمة في هذا الشكل في هذا الإطار إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد وزير النقل.